السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معي لكم قصة حقيقية لشخص يمني. اسمعوا القصة هذه وركزوا معي. القصة حقيقية. القصة هذه في اليمن، في محافظة إب في حبيش. في شخص اسمه عبدو، وهذا عبدو دايما مزاجه متعكر وعصبي. يتزوج عبدو من امرأة مطلقة، وبعد سنة الله رزقه بابن سماه هشام، وبعد سنة جاله ولد وسماه علي. الآن عند عبدو 2 عيال، هشام وعلي. ولما كبروا العيال وأعمارهم من 7 و8 سنوات، ويقوم عبده يشغلهم في المزرعة. ولما الناس تشوفهم يوميا في المزرعة يشتغلون العيال مع أبوهم، كانوا هشام وعلي يا الله يوصلون إلى البيت عشان النوم، لا أكل ولا شرب ولا ملابس، متبهدلين متعذبين وهم صغار. وأبوهم من النوع اللي هو جاهل، يربي عياله نفس تربيته، لأنه وهو صغير كان عايش بنفس الطريقة هذه. المهم جت المدارس وعبده ما سجل عياله في المدارس. المهم زوجة عبده تجلس تتكلم معه وتزن عليه: خلي عيالي يدرسون. ومن هذا الكلام قال عبده: طيب ما فيش أي مانع. وفعلا عبده قام يسجل عياله في المدرسة، لكن كان يجلس ينتظرهم لما يرجعون من المدرسة ويدخلون العيال يتغدون. وبعد الغداء يقوم عبده ياخذ العيال إلى المزرعة، يعني من الصباح إلى الظهر دراسة، ومن الظهر إلى آخر الليل شغل وتعب. العيال لا عرفوا يدرسوا ولا في وقت يذاكرون، ولا أحد يقدر يذاكر لهم. الأم جاهل والأب جاهل، ومش قادرين العيال يدرسون أو يعيشون نفس العيال، لأنهم طول اليوم يشقون في المزرعة. الناس يشوفون العيال وترحمهم وتعطف عليهم أبرياء. ولما الناس يشوفون عبده كيف يعمل بعياله يقولوا له: خاف الله، حرام عليك، عيالك حق دراسة، وأنت تخليهم الصباح إلى الظهر دراسة، ومن الظهر إلى آخر الليل شغل وتعب، حرام عليك يا عبده. ويرد عليهم عبده: أنتم مالكم شغل، وممنوع أي أحد منكم يتكلم عن أي شيء يخصني أو يخص عيالي أو أسرتي وعيالي، أنا أربيهم مثل ما أريد. وعبده مزاجه دائما عصبي ومتشنج ولا يعرف مخلوق. المهم آخر السنة طلعت الشهادة، ويطلع هشام وعلي عندهم كعك كثير، يعني راسبين. ويا غارة الله لما عرف عبده أن عياله معاهم من 6 كعك راسبين، قام يمسك العيال وضرب وضبط وضرب مبرح، ضربهم، ولدرجة أن النسوان حق القرية تدخلين في الموضوع. وطبعا زوجته ترحم الله ما تقدرش تقول كلمة يدعسها فوقهم. المهم تمر الأيام وتجي الأيام وتجي السنة الثانية، ولما اقترب موعد نهاية السنة الدراسية وتطلع شهادة هشام وعلي ويطلعون راسبين، طبعا عبده
وكان الأستاذ حق المدرسة عارف أن هذا عبده لما يعرف أن عياله راسبين بيعذبهم، فكان يفكر كيف يقول لعبده أن عياله راسبين. هذا عبده مش قادر يفهم إنه ضروري علشان ينجحون يذاكرون. عبده إيش يقول؟ ضروري العيال يشتغلون ليل نهار وينجحون، غير هذا الخبر ما فيش عندي. ويقوم الأستاذ يروح إلى بيت عبده ويقول له ألف مبروك، عيالك هشام وعلي ناجحين. طبعا العيال راسبين، بس الأستاذ يشتي ينقذ العيال من العذاب والضرب. وهذا الأستاذ من نفس القرية ويعرف أن عبده مش عارف يقرأ ولا يكتب. هذا عبده أخذ الشهادة وخباها عنده، وطبيعي والعيال شغالين وعبده في المزرعة ليل ونهار. وتمر الأيام وتمر سنوات، وبعد عدة سنوات قام عبده يخرج عياله من المدرسة، قال ما فيش داعي يدرسون. المهم في مرة من المرات لما عبده كان معه صميل وخزن وقام يضرب العيال يشتي يطعم القات، ما قدرتش زوجة عبده تتحمل، ويقوم عبده يمسك زوجته ويضربها، وحصل بين عبده وزوجته معاصرات وتحديات، وتقوم تاخذ الثياب وتحنق عند أهلها وتجلس حانقة أكثر من 6 أشهر. وعبده إيش قام يفعل؟ إيش يسوي؟ قام يطلق مرته وقال لها مقلع، خليكي عند أمك، أنا أصلا قنعت منك، والعيال حقي شغالين قرعة ليل نهار، ولا دراسة ولا يلعبون مع العيال ولا شيء، ولا حتى يفهمون من كثر الضرب. العيال حصل لهم يعني كأنهم رجعوا هبلان أو أغبياء، يعني ما يمشوش إلا بالضرب، أصبحت عادة عندهم شيء طبيعي. المهم حصل جفاف في القرية في حبيش، والزراعة تعبانة، وقام عبده يشتري دباب صغير. هذا الكلام بعد 10 سنوات، والآن عمر هشام 18 سنة وعلي 17 سنة. عبده اشترى دباب نقل أغراض وحاجات، ويعلم ابنه هشام يسوق الدباب. المهم يعلم ابنه يوصل الناس والأغراض ويجيب الفلوس لعند أبوه عبده. وقام عبده بعد سنة يشتري هيلوكس ويشتغل ابنه الثاني علي، والأب أصبح مشرف على عياله. العيال يشتغلون يوصلون الناس من القرية إلى المدينة، ومن المدينة إلى القرية، وعبده بس يستلم الفلوس. وإذا واحد منهم يرجع يقول السيارة معطلة، الله شله الله جابه، والأب خبيث وقاسي وما عنده رحمة أو شفقة، لكن هشام وعلي متعودين على الضرب. المهم في يوم من الأيام هشام يصدم ولد كان ماشي في الشارع صدمة بالغلط، وكان يفكر هشام أنه هو يهرب، لكن كان معه ناس راكبين فوق السيارة بسرعة، قالوا له اسعف الولد. وبعدين الصدمة خفيف وأنت ليش خايف تريد تهرب وكذا. قام هشام ياخذ الولد هذا ويطلعه ويقول لي الراكبين اطلعوا مع أخي علي، وقال يا علي روح وصل الناس إلى المدينة علشان أنا أسعف الولد إلى المستشفى. وفعلا الراكبين نزلوا طلعوا مع علي، وهشام أخذ الولد ومشى فيه. قام يروح هذا هشام إلى رأس الوادي وانتظر أخوه علي وانتظروا على ما يرجع. لما رجع أخوه علي من المدينة والولد معه فوق السيارة،
الولد يتوجع بس ما فيش كسور، ولا حالته صعبة بس مصاب قليل، بس كان يبكي قليل في البداية. لما رجع أخوه من المدينة علي، قال علي: يا هشام أنت إيش سويت؟ قال هشام: الولد معي في السيارة. قال علي: طيب ليش ما تودي الولد المستشفى؟ قال هشام: يا علي روح اشتري شوالة أو أكياس حق الدقيق وجيله عندي إلى طرف الوادي في مكان فلان الفلاني. قال علي: ليش تفعل كذا ليش؟ قال هشام: يا علي أبي إذا عرف أني صدمت ولد بيقتلني ويقتلك، إحنا لازم نتخلص من هذا الولد علشان أبي ما يعرفش في هذا الموضوع ويقتلنا. طبعا علي صدق أخوه على طول. أقول لكم هذولا أغبياء. وفعلا اشتروا الشوالة والأكياس، ويلتقي مع هشام أخوه في الوادي. وهذا الولد ما فيش فيه غير كدمات بسيطة، لكن مش عارف ايش الخبر. الولد نزلوه علي وهشام وضرب لما الولد داخ، ويحطون الولد في الشوالة حق الدقيق ويحفرون حفرة ويدفنون الولد. شوفوا كيف قاموا يفعلون هشام وعلي. ليش؟ لأنهم خايفين، وكله من سبب الأب. كيف عياله اتصرفوا تصرف غبي، دفنوا الولد ورجعوا طبيعي ولا كأنه في شيء، وراحوا لعند أبوهم عادي وأعطوا أبوهم عبده الفلوس، وأخذوا بس من أبوهم ضرب قليل: ليش اتأخرتوا وليش وكذا وكذا. المهم بعد 3 أيام والناس يبحثون عن الولد اللي صدموا هشام. وين هو؟ قاموا في القرية يسألون الناس، لأنه في القرية كل واحد يعرف الثاني. بدأوا أهل الولد ينشرون صوره في القرية والمساجد، ويجي واحد من اللي كانوا راكبين فوق السيارة مع هشام. لما صدم الولد هشام شاف الرجل والصورة وراح لعند أهل الولد: السلام عليكم ورحمة الله، أنتم ابنكم هذا اللي في الصورة صدموا هشام عبده في يوم فلان الفلاني، وأخذوا علشان يسعفوا إلى المستشفى. أكيد أن ابنكم في المستشفى. قالوا له: الله يبشرك بالجنة. ويقومون أهل الولد ويروحون إلى المستشفى يبحثون في كل الأقسام، بس ما لقوا ابنهم، ويرجعون إلى القرية مرة ثانية ويرجعون إلى بيت عبده. هذا بيت عبده، ويسألون عبده: وين ابنك هشام؟ قال عبده: ابني هشام يشتغل في مكان فلان الفلاني. قالوا له: هل في عندكم ولد صغير؟ قال عبده: لا، ولا في شيء، ولد ولا شيء. قالوا له أهل القرية: هل ابنك قال لك شيء؟ قال عبده: لا، ما قال لي شيء. المهم راحوا أهل الولد لعند الأمن، فعلوا بلاغ في قسم الشرطة، قالوا إنه في واحد راكب مع هشام وهذا اسمه ورقمه، وهذا شاف أن هشام صدم الولد في يوم فلان الفلاني. المهم قاموا رجال الأمن يقبضون على هشام، وتم استدعاء الأب. المهم قاموا يسألون هشام. قال هشام: أنا مش عارف أيش من ولد. وفي نفس الوقت قام عبده يضرب هشام قدام الضابط والعسكر ويضربه. قاموا مسكوا عبده وقالوا له: اجلس، ولا قسما بالله لا نقوم نضربك وندخلك السجن انفرادي. المهم هذا هشام بعد ضرب أبوه اعترف وهو يبكي. قال هشام: أنا بعترف لكم بكل شيء، أنا أخذت الولد وطرحته داخل شوال الدقيق فارغة، وضربناه لما داخ، ودفناه في مكان فلان الفلاني، وكمان ساعدني أخي علي في الموضوع.
المهم أخذوا علي وهشام إلى مكان الدفن، وشافوا أن هذه هي جثة الولد وأخذوه إلى الطب الشرعي. لكن الصدمة، كانوا يعتقدون رجال الأمن أن هشام وعلي اعتدوا على الولد أو شيء، كان الولد سليم لا كسور ولا شيء، وسبب الوفاة اختناق بسبب الدفن. الموضوع كان جدا بسيط، لو حتى تركوا الولد ولا كان فيه أي شيء. واكتشفوا رجال الأمن أن تصرف هشام وعلي بدافع الخوف وتربية عبده السيئة هذه. وفعلا استغرب حتى القاضي، وتم تحويل هشام وعلي إلى الطب النفسي. وفعلا أكد الطب النفسي أنهم أمراض بمرض عدم الإدراك من كثر الضرب والإهانة اللي فعلها بهم أبوهم مش قليل. قام القاضي أمر بإلقاء القبض على الأب عبده، والجريمة أن الأب عبده سبب في الأضرار والإضرار بعقل هشام وعلي، حتى حضروا أطباء نفسيين ويشاهدون أن السبب في حالة العيال أبوهم، وهذول حكم عليهم القاضي تحويلهم إلى دار رعاية، لأن هذول عندهم عقول، يعني لو حتى يكون أعمارهم 40 سنة يكون عقولهم عقول أطفال 7 سنوات ما يدركون. والأب حكموا عليه دفع الدية لأسرة الولد وبالسجن 10 سنوات. يا جماعة الخير، لما تضرب ابنك يمكن يخبي عنك شيء بسيط ويكبر، لكن اتقوا الله في أولادكم وتعاملوا معاهم بكل حب. وإذا غلط مش ضروري تضربه، الضرب أكبر غلط، واتقوا الله. المهم هذه نهاية القصة، مع السلامة.